شكلها هتبقى مامي قريب، ورد فعله على أول أكلة بوظتها محدش يتوقعه. مشاكلهم كتير بسبب نظافة البيت، وبتتعلم كل يوم طبخة جديدة علشانه، وبتأكله بط دمياطي أكتر من البيتزا، وبيساعدها في شغل البيت، وعاملاله جو أسري ما حصلش. مش هتصدقوا إزاي هي بتقدر توفق بين بيتها وشغلها. كواليس حياة ليلى زاهر وهشام جمال. يا ترى تفتكروا هشام جمال بيتعامل ازاي مع ليلى لما بتتأخر بره البيت؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في فيديو النهارده. مين كان يصدق ان ليلى زاهر تعمل كده في بيتها بعد الزواج؟ حقيقي ولا كان يخطر على بال حد. تخيلوا ان ليلى اللي لسه عندها حوالي 20 سنة طلعت قد مسؤولية البيت والجواز، وعارفة يعني ايه ان عندها بيت والتزامات. يعني عملت اللي فيه بنات كتير ما قدرتش تعمله. ليلى زاهر حريصة جدا انها تعمل الاكل بنفسها لجوزها هشام جمال، رغم ان عندها بدل المساعدة 2 و3، بس هي بتحب تأكله من ايديها، وعشان كده كل يوم بتتعلم طبخة جديدة عشان يرجع البيت يلاقي مراته مستنياه وعامله له اكل مختلف عن اليوم اللي قبله. لما بتقف بقى معاها اكلة معينة بتطلع جري على مامتها او اختها ملك، عشان هما الاتنين شاطرين جدا في الطبخ، وبتسألهم تطبخ الاكلة دي ازاي. طبعا زي اي عروسة لازم بتبوظ في الاول كده كام اكلة لحد ما تكون شاطرة. لما بوظت اول كام اكلة لهشام فضل يضحك ويقول لها ولا يهمك، انت كده كده شاطره، واي حاجه بتعمليها حلوه من ايدك حتى لو بايظه. هي طبعا اتضايقت جدا عشان كانت متحمسه انها تاكل جوزها وتعرفه انها شاطره في الطبخ، بس هو كان ذكي ورضاها وكأن مفيش حاجه حصلت. ويا سلام بقى على شطارتها في طبخ البط الدمياطي، لدرجه انها حببته فيه وكل يوم لازم تعمله له على السفره، وبقى بياكله اكتر من البيتزا. الحلو كمان ان ليلى عامله له جو اسري جميل جدا، كل راجل بيتمنى كده في بيته. يعني هي بتحاول على قد ما تقدر تخلي البيت هادي منظم، ما يكونش فيه نكد او مشاكل ما بينهم. اصل اول سنه جواز دي بتبقى مليانه مشاكل حتى لو الاتنين بيحبوا بعض جدا، بس بصراحه هي عرفت تسيس امورها معاه، وهو كمان عاقل وبيعرف يهدي الدنيا بينهم. بس يمكن المشاكل اللي بتحصل ما بينهم بتبقى بسبب نظافه البيت، لان ليلى موسوسه قوي في حوار النظافه. بيبقى وقت مش لطيف خالص لو لقيت حاجه مثلا مرميه في الارض، او مثلا الاوضه مش مترتبه، بتفضل تزعق وتجري حوالين نفسها عشان تروقها وتخلي البيت دايما نظيف. واكيد من غير ما اقول لكم ان الرجاله في الموضوع ده مش احسن حاجه. يعني راجل بطبعه ممكن يكون عشوائي شويه، ورغم كل ده هي برضه قادره توفق بين شغلها وبيتها، ومفيش عمل اعتذرت عنه وقالت لا. لا قالت كمان انا لسه جديده في الجواز ومش قادره على الشغل، مفيش الكلام ده خالص. الدليل كمان انها نزلت تصور عمل فني جديد من يومين، وطبعا يا جماعه ده بسبب مساعده هشام ليها في البيت وكمان في شغلها، لان الراجل بجد هو اللي بيدعم وبيساعد على النجاح. اما بقى عن تاخيرها بره البيت فهو ما بيتضايقش خالص لانها مش بتتاخر، ولو عندها تصوير هو بيكون متفاهم حاجه زي دي. المفاجاه الحلوه بقى ان ليلى شكلها هتبقى مامي قريب، وده لان حد من الفانز بتوعها عمل صورتها بالاي اي وهي شايله بيبي، فخدت الصوره عندها ونشرتها، وده خلى الكل يشك انها حامل، بالذات انها مش اول صوره تعمل لها شير وهي شايله بيبي مع هشام. بس لسه مش متاكدين. تفتكروا بقى هي حامل ومش حابه تعلن، ولا عجبتها الصوره مش اكتر؟